أنا طالبة في كلية فنون جميلة وبالأخص في قسم النحت. عندي هوس وجنون بفكرة نحت تماثيل ومجسمات على هيئة طيور وحيوانات وبشر، وعندي موهبة أبهرت دكاترة الكلية نفسهم، لدرجة إني دخلت مسابقة في الكلية وطلعت الأولى لما عملت نحت التمثال على شكلي أنا. كان واصل لمستوى مثالي من الإتقان، ومن شدة إعجابي بيه خدته معايا وحطيته جنب الدولاب بتاعي بالظبط، عشان قبل ما أنام وأول ما أصحى أشوفه في وشي على طول. ومع مرور الأيام جالي نوع من أنواع الهوس بالتمثال، هوس لدرجة إني كنت بقف قدامه يومياً أتكلم معاه، أتأمل جماله، أتحسس شكل الوجه والجسم. مع مرور الأيام بدأت أعتزل العالم حقيقي عشان خاطر التمثال، ونشأت بيني وبينه علاقة معقدة وغير مفهومة، لدرجة إن أكتر إنسان حبيته في حياتي بدأ يغير، زميلي في الكلية واللي كنا متفقين إننا نتجوز، وبدأ فعلا يتخنق من فكرة إني بتجاهله عشان خاطر تمثال. وزادت بينا الخلافات يوم بعد يوم، لحد ما فاض بيه في يوم واتخانقنا في التليفون، لدرجة إنه شتمني وعمل لي بلوكات من كل مكان. وفي لحظة لقيت نفسي خسرت أكتر إنسان حبيته في حياتي. دخلت أوضتي ليلتها وأنا منهارة حزينة، ببكي بالدموع ومش مصدقة اللي حصل، لدرجة إني وقفت قدام التمثال أشتكيله وابكي قدامه بحرقة، وأقرب منه وأحضنه وكأني بلتمس منه الأمان والاحتواء. بس من جوايا بدأت أحس بإحساس غريب قوي. حسيت إن التمثال دافي مش مجرد جماد، وكأن الروح دبت فيه مرة واحدة. رجعت لورا وأنا مخضوضة وبدأت أتأمل فيه، وفوجئت بحاجة بتنزل من عين التمثال وكأنها دموع. حطيت إيدي عليها بقلق شديد وقلبي بيدق بجنون، بس مسافة ما لمستها اختفت. حسيت إني بتوهم لأني ببكي وفي حالة صعبة، وقررت أدخل أنام وأوقف تفكير خالص. نمت نوم عميق قوي، وكأني ما نمتش من سنين طويلة، وكأني نايمة في الجنة مش في الدنيا، لدرجة إني شفت شخص واقف في حديقة كبيرة قوي وشكله جميل بدرجة جنونية، وكان بيقرب مني وعلى وشه ابتسامة ملائكية وجميلة قوي. قربت منه ولقيته عاوز يحضني، وفعلا كنت هسلم تماما واحضنه، لولا إني شفت رجله كانت مشقوقة زي رجل الحمار وشكلها بشع. بعدت عنه بخوف، لقيته بيتكلم وبيقول: أحسن لك ما تبعديش عني. بس أنا بعدت من الخوف، بعدت وجريت من المكان كله. وقتها بدأت أحس إني بتخنق وجسمي سخن قوي وعمال أعرق بطريقة غريبة، لدرجة إني صحيت من نومي مخضوضة وقلبي بيدق. ومسافة ما فتحت عيني لقيت التمثال نايم جنبي وعلى ملامحه نظرة غضب رهيبة. سرحت وضربته برجلي لحد ما وقع من على السرير، وجريت فتحت النور وانا بتنفد. بصيت عليه بفزع، لقيت ملامح وشه بتتغير وبترجع زي ما كانت مرة تانية. فضلت مكاني على السرير بتنفد بعد ما رجعت له، خايفة أقرب من الباب واختي من على التمثال، وعندي إحساس إنه في أقرب لحظة هيقوم يقف ويتكلم. ناديت على أخويا برعب، لقيته دخل الأوضة واستغرب إن التمثال واقع بالطريقة دي. قلت له إني بقيت بخاف من التمثال ده وعاوزاه يرميه بعيد عن البيت. بصلي بصة شماتة وابتسم، وده لأنه كان ضد النحت، وياما نصحني ما ادخلش الكلية دي لأن النحت حرام، بس أنا عارضته. وقال لي بهزار وهو شايل التمثال وخارج: تستاهل، إياك لو عملت تمثال مرة تانية يعضك وانت نايمة. وما قدرتش أضحك من هزاره، لأن اللي بيقوله كان سهل يتحقق فعلا، التفكير فيه مرعب جدا. لبست هدومي ورحت على الكلية بعد تلت ساعة عشان أنسى كل اللي حصل، وفعلا قدرت أتخطى كل حاجة. وفضلت لحد بالليل في الكلية لحد ما رجعت ودخلت أوضتي. ومسافة ما دخلت لقيت التمثال واقف فوق السرير ومتوسخ وشكله قذر، وعلى وشه نظرة خبيثة وكأنه شيطان رجيم. وقفت زي المشلولة أبص ناحيته بفزع. ناديت على أخويا وأنا بصرخ فيه وبقول: إيه المقلب القذر ده؟ أنت ما رميتش التمثال ليه؟ جه يجري وبص للتمثال وهو مصدوم صدمة واحد استحالة يكون بيعمل مقلب، وبص ناحيتي وقال: والله العظيم رميته في صندوق زبالة بعيد. كنت هقع في الأرض من الرعب. قرب منه بحذر وشاله ومشي بدون ولا كلمة. وقعدت أنا في أوضتي ما بتحركش لحد نص الليل وأنا خايفة مرعوبة، وفين لما قدرت أنام. بس مسافة ما نمت صحيت على صوت خطوات في الصالة، بالأخص قدام باب أوضتي. كتمت أنفاسي وسمعت، وجالي إيحاء إنها استحالة تكون خطوات رجل بشرية، دي رجل كيان صلب، لأن صوت خطواتها قوي قوي، وكأن التمثال بيتمشى قدام باب الأوضة. وفي لحظة حسيت إن مقبض الباب بيتحرك بيتفتح. كتمت أنفاسي وراقبت الباب لحد ما شفت التمثال بيفتح باب الأوضة، وشهقت وطلعت صرخة ما صرختهاش في حياتي.
صحيت لقيت أبويا وأخويا جنبي وأنا عمالة اتنفد زي اللي عندها صرع، وعمالة ردت كلمة واحدة: التمثال صاحي، التمثال صاحي. وأول ما هديت وركزت لقيت التمثال في مكانه جنب الدولاب، وحسيته كأنه بيبتسم كمان. فضلت أصرخ بجنون لحد ما أخويا خده بره الأوضة، وفين وفين لما قدرت أحكي لأبويا وأقول له كل حاجة. وفورا اتصل بناس كتير لحد ما دلوه على شيخ كويس ومحترم. وفعلا جه الشيخ، وأول ما شاف التمثال ظهر الغضب في عينيه، ومد إيده ناحية المكان التناسلي للتمثال، وحسيت إن التمثال بينكمش من مدة إيد الشيخ. وبعدها طلب حاجة يخرم بيها جسم التمثال، وبعدها طلع منه ورقة ملفوفة فيها صورتي، ورقة سحر. واتصدمت، اترعبت وبقيت هتجنن. وفي النهاية اتحرق التمثال، والسحر اتفك في مية مقروءة عليها. وفضلت كتير قوي هتجنن حتى بعد ما سبت الكلية بلا رجعة. وبعد 4 سنين كاملين لقيت رسالة من صاحبة قديمة بتطلب مني أسامحها. ما فهمتش في البداية لحد ما اعترفت. قالت إنها كانت بتحقد عليا عشان زميلنا بيحبني، وعملت سحر وحطته جوه التمثال، وفي المكان ده بالأخص عشان يبقى تأثيره أقوى. واتحط لما راحت مرة بدري لقاعة المحت والتمثال مكملش، والساحر قال لها هيأثر فيا. وأنا بجنوني جبت كمان التمثال معايا للبيت عشان تأثيره يوصل لدرجة جنونية، وكمان مجسم ليا. سهل قوي على خادم السحر إنه يتلبسه، لأن الشياطين بتتقوى بالمجسمات. زي حمدت ربنا إنه نجاني، وإنه رجعني الرشدي عشان أسيب فكرة النحت للأبد، لأنها السبب الأول لأسوأ تجربة أمر بيها في حياتي. والحمد لله رب العالمين.